السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بيكم. وموضوع مهم جدا وهو العنف في المدارس. والعنف اللي أنا أقصده هو عنف الطلبة مع بعض. نسمع كتير عن طالب بيتخانق مع زميله عمل له عاهة مستديمة أو إصابة أدت للوفاة. وطبعا مفيش أم فينا تتمنى إنها تكون أم لجاني ولا أم المجني عليه. علشان كده لازم نتكلم عن الظاهرة دي، إيه أسبابها وإزاي نتفاداها. طبعا الطفل المسؤول الأول عن تربيته هو البيت. انت كأم تتعاملي معاه بهدوء، تعرفيه الصح من الغلط، بيتعلم منك، بيطلع للمجتمع باللي هو اتعلمه من بيته. للأسف أحيانا بشوف أمهات بتتعامل مع أولادها راس براس، بتتعامل بعنف، يبقى شوية بقى وهيقوموا كده يلعبوا مصارعة مع بعض. طبعا ده ما ينفعش. صحيح أنا كأم لازم أكون حاسمة في بعض المواقف، لازم أكون شديدة، لكن ما ينفعش يكون ده الأسلوب المستمر مع ابني. هو كمان هيطلع عنيف. الأسلوب اللي أنا بتعامل بيه معاه في البيت هو هيتعامل مع زمايله بالأسلوب ده. في مفاهيم إسلامية لازم نكررها في البيت، أحطها في دماغي وأقولها لأولادي. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. يعني التعامل برفق بين الناس بيزين أي حاجة، والتعامل العنيف بتشين وتخلي أي حاجة وحشة. أقول لولادي الحديث ده، أقول لهم الآية القرآنية قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اقول له ازاي ان انت لما حد يضايقك تمسك نفسك، تكظم غيظك، تعفو عنه. مفاهيم دي مهمة جدا ان انا اقولها لابني. انما للأسف انا بشوف امهات تقول لابنها اللي يضربك اضربه. طب وبعدين يعني؟ طب ما انا المفروض اعرف ابني حد اعتدى عليك في المدرسة ضايقك، ألجأ للمدير، ألجأ للأخصائي، تعال قول لي في البيت واحنا نروح ونشوف ايه حل المشكلة دي. انما احنا هنا مش يعني فتوات بقى، يعني خد حقك بإيدك. ده مش أسلوب. انت كأم اللي بتغذي في ابنك ان هو ياخد طاره بإيده او ياخد حقه بإيده، انت كده بتعملي بلطجي. طيب أم تقول لي أنا بتقابلني في مشاكل ابني حاجات كتير مش عارفة أتصرف معاه، مش عارفة أوجهه. عندك اليوتيوب مليان دكاترة ومتخصصين في مواضيع كتير جدا، تعامل مع المراهقين والطفل العصبي والطفل الانطوائي. ادخلي شوفي، كلنا ماسكين الموبايل. خلي جزء من وقتك ده لحلقات على اليوتيوب تستفيدي منها في تربية ابنك. والمشكلة بتاعت العنف مش بس بتقتصر على الطفل العنيف، لا، جزء آخر منها هو الطفل المنطوي، الطفل اللي هو الهادي اللي ممكن أصحابه يتنمروا عليه. التنمر ده ممكن يعمل لي مجرم، فأنا أخد بالي. لقيت ابني بيشتكي إن زمايله بيتنمروا عليه، بيتعاملوا معاه وحش، أروح المدرسة أتكلم عشان ما يحسش إنه مقهور. لأن الطالب لو حس إن هو مقهور ممكن تشوفي منه عنف ما تتوقعيهوش. طبعا المفروض المدارس تتصدى للموضوع ده، لكن يعني ما شاء الله، يعني مصر فيها عدد طلبة 25,494,000 طالب في التعليم قبل الجامعي. الوزارة بقى هتاخد بالها من مين ولا مين؟ احنا في الأول والآخر ابني هو مسؤوليتي. أتمنى أن كل أم تدي لولادها مزيد من الاهتمام، تقرب منهم الأكتر، علشان إن شاء الله يعني تجني ثمار زرعتها وتفرح بيهم. أتمنى أنكم تكونوا عملتوا لايك وسبسكرايب للقناة، علقتوا، ولو في موضوعات تحبوا نتكلم فيها اكتبوها لي في التعليق. وإلى أن نلتقي في موضوع آخر يهمنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.